جالنا دلوقتي كلام من مجلس الشعب، وانا زي ما قلت لحضراتكم الكلام اللي هيجي هصدقه، وارجو ان يبقى الكلام ده هو بقى اللي ينزل على الفيسبوك لكل الناس اللي بتسأل وكل الناس اللي عايزه تعرف حكايه العربيه والبي ام دبليو والمرسيدس والرانج روفر والعفش بس ما حدش رد عليا على العربيات بتاعت الوكيلين، المرسيدسين بتوع الوكيلين. انما ما علينا، عايز اقول لحضراتكم ان جالنا ان العربيه بتاعه الدكتور الكتاتني عربيه بي ام دبليو المجلس اشتراها سنه 2008. يعني اللي بيقولوا دلوقتي المصدر اللي من المجلس بيقول ان العربيه مش جديده، مشتراها سنه 2008 واستخدمها الدكتور فتحي سرور، وبعدين استخدمها الدكتور علي السلمي لفتره لما كان نائب رئيس مجلس الوزراء، وحاليا بيستخدمها الدكتور الكتاتني. وبالنسبه للعفش في مكتب رئيس المجلس مفيش اي تجديد نهائي والمكتب كما هو. ده الرد اهو، وزي ما قلت لحضراتكم بنشكركم طبعا على الرد، وزي ما قلت لحضراتكم ان الرد اللي هيجي لي هصدقه.